بالتلاتة يا حبيبي، بالتلاتة. الأهلي يبدع ويمتع في استاد رادس بالتلاتة، 3-0 في ذهاب دوري أبطال أفريقيا. بيرسي تاو تاني برضو، بيرسي تاو هدف ولا أروع ولا أجمل من كده. والتالت سجله كهربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة ومولع نار. مولع نار ليه؟ الأهلي النهاردة عمل مباراة تاريخية، ملحمة في استاد رادس اللي هو أصلا احنا مسميينه استاد التتش مش استاد رادس. أولا نبدأ الفيديو. النهاردة كولر بدأ بتشكيل النادي الأهلي كلنا كنا متوقعينه. أنا شخصيا توقعت التشكيل ده قبل المباراة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الظهر محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسر رجولة اللي هو خد نجم المباراة النهاردة، رجل المباراة، محمد عبد المنعم، وعلي معلول. عمل تدوير في نص الملعب، قفل نص الملعب بثلاثة: مروان عطية، اليو ديانج، وقدامهم حمدي فتحي. جناح يمين المتوهج بيرسي تاو، وجناح شمال المتوهج ايضا حسين الشحات، وفي الهجوم كهربا. الاهلي سيطر على زمام المباراة من اولها. في الشوط الاول الاهلي ضغط بكل ما اوتي من قوة. طبعا المباراة في غياب الجماهير، ما كانش فيه حضور جماهيري طبعا بسبب ايقاف نادي الترجي لحضور جماهيره لمدة مباراتين. فالمباراة اتسهلت بعض ما للنادي الاهلي شوية. كان في برضو في الترجي غيابات كتير واهمهم بن شريفية حارس المرمى اللي اثر معاهم كتير جدا. في برضو حمدو الهوني جناح الايسر طبعا اثر معاهم بشكل سلب. كان في هطول الامطار في بداية المباراة، اللعيبة ما كانتش عارفة تسيطر على الكورة، بس كولر ادار المباراة بحنكة. بصراحة عمل مباراة ممتازة جدا. انا شايف النهاردة ان الاهلي عمل مباراة كويسة وقطع شوط كبير جدا ل 90%. خلاص هنلاعب صن داونز كده، احنا نفكر في صن داونز. طبعا الكرة ملهاش كبير، ملهاش كبير. لسه عندك ماتش العودة، لسه ما صعدتش رسمي. الكلام ده طبعا احنا كلنا عارفينه. الكورة ملهاش كبير. طيب احنا دلوقتي هنبدأ نجهز لماتش العودة اللي هو ان شاء الله يوم الجمعة القادم. وبكرة ان شاء الله مباراة الوداد وصن داونز. بنسبة كبيرة احنا شايفين ان صن داونز يعني اعلى فرق القارة دلوقتي، بس مفيش حد اعلى من بعبع افريقيا اللي هو النادي الاهلي. طبعا احنا كلنا عارفين ان النادي الاهلي في بداية دور المجموعات هزيمة من الهلال السوداني، ثم تعادل مع صن داونز في القاهرة هنا. بس هنا بدأت رحلة النادي الأهلي في دور المجموعات من مباراة القطن الكاميروني. هنا بدأ تجميع النقاط للنادي الأهلي. لعبنا الهلال كسبناهم، لعبنا صن داونز بره خسرنا منه الأول 5-2، ورجعنا لعبنا الهلال برضو كسبناهم هنا 3-0، وصعدنا لدور ربع النهائي. طبعا مباراة الترجي النهاردة الأهلي عمل مباراة ممتازة جدا، يعني لياقة بدنية عالية، لعيبة واقفة على رجليها. مباراة تحسب لكولر ان هو برضو يعني معلش، انت بتلعب بره ارضك، جبت جون بتدافع، بتجيب التاني خلاص بقى انت كده ايه استسلمت. احنا ضيعنا فرص كتير، ضيعنا الهدف الرابع والخامس، عبد القادر ضيع، كهربا ضيع انفراد برضو بعد الجون الاول. عادي وارد في الكوره. احنا بقى ما نجيش بقى نقيس على كهربا وده ضيع واحنا محتاجين مهاجم، واحنا الاهلي محتاج مهاجم سوبر، مهاجم كبير، بس مش دلوقتي. اصبر لحد ما
بطولة افريقيا تخلص دور بقى، هات مهاجم، هات جناح، هات صانع العاب، هات مدافع، احتياجاتك كلها يا عم كولر مجابة. بس احنا دلوقتي في فترة لا يمكن ان انت تيجي تتكلم في ان انا انتقد لاعب واعمل واخلي، لا احنا ورا الفرقة، ورا الفرقة، عشان احنا دلوقتي في المرحلة الحاسمة، احنا في مرحلة الحسم. احنا دلوقتي النادي الاهلي متصدر الدوري العام، و دلوقتي حط رجل في المباراة النهائية، ما بقاش غير الشوط الثاني هنا في القاهرة، وإن شاء الله هنحسمه، وإحنا مرتاحين جدا في حضور جماهيري كبير. وأنا برضو عرفت إن الساعة الكاملة لاستاد القاهرة إن شاء الله، أو أقل حاجة خالص 50,000، بقى 40,000، أي عدد من جمهور النادي الأهلي هو بيعمل صوت وبيعمل حماس للعيبة في المدرج. يعني احنا دلوقتي يعني دلوقتي ما قدامناش غير ان احنا نساند الفرقة، نبقى ورا الفرقة، محدش ينتقد ويعمل دلوقتي ولا يتكلم في حاجة. خلاص احنا دلوقتي في المرحلة الحاسمة، وان شاء الله ان شاء الله 11 بتوقيت الاهلي، بتوقيت مصر، ان شاء الله هنحسم المباراة النهائية. ايا كان هنلاعب الوداد، هنلاعب صن داونز، مش هيفرق معانا مين المنافس اللي هنلعبه في المباراة النهائية. كل الشكر النهاردة للاعيبة النادي الأهلي، كانوا رجالة. في نهاية الفيديو النهاردة حابب ان انتوا يعني تدعموني. عجبك الفيديو تعمل سبسكرايب، اشتراك للقناة، لايك يشجعني ويحمسني، تسيب برضو كومنت تحت كده، برضو ده بيشجعني وبيحفزني عشان اقدم الجديد. وان شاء الله في جديد المرحلة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.